أشياء لازم نقولوها باش يعرفوا الناس إلى أي درجة عانيتي في المقبرة اللي كنت فيها. صار احتداء. عاودي كملي لي كي واش صار في كنت المقبرة. عايشة في المقبرة جاو يتعداو لي على بناتي. بنتي كانت في ذاك الوقت عندها عامين، وبنتي الكبيرة كانت عندها 4 سنين. معليش توصفي لي المشهد، لأنه خالدية شوفي رانا نحكيو على مقبرة، كاين قبور ناس ميتين، يعني الإنسان اللي ما يكونش يخاف ربي داخل المقبرة. كيفاش هادو الناس حسيو يعتديو على بنتك داخل المقبرة؟ حط لها الخدمة في الرقبة، رفد لي بنتي معاه 3 ناس واحد آخرين. قلت له حنبوك بناتي دير فيا واش طالك بصح بناتي لا، بناتي ما توجيهم ليش. قعدوا يضربوا فيا بالخدمي، قعدت نتحمل في الخدمي هكا، وجهي مشحوط بخدمي، يدي مشحوطة بخدمي. بناتي يشوفوا فيهم بنتي الكبيرة، بناتي معايا، بنتي اللي كنت تقول لي ماما يديروا لك في الدم. قعدوا يتعدوا عليا، ما كانش اللي يسلكني، ما كانش اللي يحوس عليا. نعيط الساعة 1:30 تاع الليل، نعيط ما كانش اللي جاني.